بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه احنا في العياده في مشكله في البلاط هنا. البلاط هنا بيعمل صوت والبلاط ده مطبق، فاحنا هنحل المشكله دي ازاي دلوقتي النهارده؟ معانا المشكله موجوده هنا في كل البلاطات دي، الجزء ده عامه والسليم كده مطبق كله، فاحنا عايزين نحل المشكله دي من غير ما نكسر البلاط عشان البلاط مفيش بديل. هنا العياده مفيش بديل للبورسلين ده او السيراميك ده، فاحنا هنفكه دلوقتي باستخدام ايه؟ الشفاط ده. اولا بتستخدم الشفاط ده في البلاطات دي، هي كده كده البلاطات دي فكه، البلاطات دي مطبله وفكه، بس انت عشان تطلعها سليمه هتستخدم الشفاط ده كده، هندوس عليه كده مع بعض هيقفش معانا البلاطه. بسم الله الرحمن الرحيم، ترفع معاك، تطلع معاك سليمه، البلاطه تطلع معاك ايه؟ سليمه. دلوقتي هنشوف الشغل هنا، نشيك على بيت الشغل ده مطبل. لو قربنا كده هيظهر معانا التطبيل. لو سمحت حماده نقرب الكاميرا كده شويه هتظهر معانا ايه؟ التطبيل. يعني هوريكم دلوقتي ايه البلاط ده مطبل ازاي. البلاط ده طبعا فصل وطلع وفيه حاجات عاليه، لو وريتنا كده الكاميرا بص هنا كده تلاقي البلاطه معاك ايه؟ عاليه، في علو هنا. ده العلو ده اصبح معانا لازم نفك بقى وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنا ده مطبل، كل ده فاصل معانا ومطبل. هنعيد تركيبه دلوقتي وهنثبت كل الكلام ده. تمام، خليكم معانا كده. طبعا الحاجات اللي مش هينفع تتفك زي كده هنستخدم معاها الصاروخ، هنفتح بالصاروخ في اللحامات علشان ايه؟ نثبت بالماده، لان مش كل البلاطات ينفع تتفك. الحاجات اللي مش هينفع تتفك هنشغل معاها الصاروخ، هنستخدم معاها الصاروخ. طيب هنعمل ايقاف مؤقت وبعدين نرجع تاني بعد ما نحل المشكله دي ونثبت البلاط. كده ايقاف مؤقت كده افصل، ادوس على الاحمر يعني؟ ادوس على الاحمر.